كان اول يوم ليا في الشحاته. ما كنتش عارفه هقول ايه، ولاني كنت عايزه اكلها بالحلال وابطل نصب وسرقه، فكنت لازم اجمد قلبي. ولقيت عربيه وقفت قدامي مره واحده، وساعتها قلت كرمك يا رب، يا رب بعت الرزق. ونزلت منها واحده ست، وكانت متعصبه جدا، ولقيتها بتتكلم في التليفون، وكانت عماله تتخانق. قلت يا رب بقى تبطل خناق عشان تديني قرشين وامشي. وفضلت مستنيه لحد ما خلصت، بس هي كانت لسه متعصبه. قربت منها وقلت لها: حاجه لله يا هانم، حاجه لله، انا عايزه اتعشى، ده انا من امبارح ما اكلتش، لو تديني بس اي حاجه كده اكل بيها. لقيتها بتقول لي: غوري من وشي، لاني مش طايقه نفسي ومش طايقاكي. هو انا ناقصاكي؟ امشي يلا من قدامي. قلت لها: ليه كده بس؟ ليه بس يا هانم؟ ده اول يوم ليا، وانا بصراحه كده اول مره اشحت، وانا محتاجه فلوس. نفسي اكلها بالحلال. طب انا اقول لك حاجه، شكل حضرتك ست غنيه، ايه رايك لو اجي اشتغل عندك خدامه؟ ردت وقالت لي: لو ما مشيتيش دلوقتي من قدامي هديكي باللي في رجلي. وقتها قلت: ليه كده بس؟ انت اللي اضطرتيني لكده، وانا بصراحه كنت بتلكك. ولقيتها ما سمعتنيش لما قلت كده، ومشيت من قدامها شويه، وجبت طوبه وحدفتها على العربيه من بعيد. وهي راحت تشوف مين اللي حدف حاجه على العربيه، وكانت عايزه تعرف ايه اللي بيحصل، وكانت خايفه جدا. وقتها انا جريت ناحيه العربيه وركبتها بسرعه وجريت بيها، وقلت لها: اشربي بقى يا حلوه، انا كنت عايزه اعيش بالحلال وانتي اللي مرضتيش بقى. استغفر الله العظيم، تعتبر دي خلاص يا رب اخر سرقه ومش هعمل كده تاني. ده انا كمان هوزع من فلوسها على الغلابه والمساكين. واخدت العربيه وفضلت الف بيها لحد لما حسيت ان محدش هيقدر يوصل لي. وبعدين رحت الجراج اللي احنا عايشين فيه، وكنت لسه هنزل من العربيه سمعت صوت في الكنبه اللي ورا، وكانت صدمه عمري لما شفت اللي قدامي. وده لما لقيت واحده حامل وبطنها قدامها. وقتها كنت مصدومه، وقلت: ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك في العربيه؟ يا دي المصيبه، هو انا اخدتك بالعربيه؟ لقيتها بتقولي: انا تعبانه قوي، الحقيني لاني بموت. قلت لها: بتموتي؟ بتموتي ازاي يعني؟ قالت لي: الست اللي كانت في العربيه هنا، صاحبه العربيه، شربتني حاجات كتيره قوي عشان اموت، وانا بقولك الحقيني، ارجوكي انقذيني. قلت لها: ما انا لو انقذتك هروح في 60 داهيه، لاني سارقه العربيه، فاكيد كده هيمسكوني بكل سهوله، وانت كده هتبقي سبب مصيبتي في الدنيا. ردت وقالت لي: ما تخافيش، انا هحاول احميكي، لاني اعرف حاجات كتيره قوي انتي ما تعرفهاش. وساعتها لقيتها اغمى عليها، ما كنتش عارفه اتصرف ازاي. نزلت ولقيت ابويا قدامي، وقال لي: ايه العربيه اللي انت جايه بيها دي؟ قلت له: الموضوع كبير قوي يا بابا، وانا مش عارفه اتصرف، انا وقعت نفسي في مصيبه كبيره ومش عارفه اعمل ايه. قال لي: مش انت قلتي هتبطلي سرقه وهتمشي بالحلال؟ قلت له: ما انا كنت ناويه امشي بالحلال، بس انت بقى عارفني، المشكلة ان انا طلبت ان انا اشحت يعني من واحدة، لقيتها بتهني وبتزعلني، قلت انا كمان ازعلها، قمت سارقة العربية دي. والمصيبة ان في واحدة جوه العربية بتموت، وانا مش عارفة اعمل ايه. وركب العربية وشاف الست دي قدامه، وقال لي: يا خبر ابيض، احنا لازم ننقذ الست دي بدل ما تموت. قلت له: انقذها ايه؟ انا هرميها في اي طريق من الطرق دي، وكمان هسيب العربية، انا خلاص مش عايزاها. رد وقال لي: لا يا بنتي، ما ينفعش، ما ينفعش تسيبي روح كده تموت قدامك، لازم يكون عندك رحمة شوية. وقلت له: طب هنعمل ايه؟ قال لي: نروح بيها المستشفى. ورحت معاه وسمعت كلامه، وديتها بالعربية المستشفى. وكانت حالة الست خطر جدا، وفعلا الست ولدت، ولدوها وطلعت حامل في 3 توائم. وقتها قلت للممرضة: هما الأطفال كويسين ال3؟ قالت لي: اه كويسين، بسم الله ما شاء الله، يعني حلوين جدا كمان، بس المشكلة في الأم حالتها صعبة جدا، ربنا يلطف بيها. وسابتني ومشت. قلت له: وبعدين يا بابا هنعمل ايه؟ المشكلة ان هما كمان في المستشفى هنا عايزين فلوس. انا هرهن العربية اللي برا دي وهديها لناصر يديني اي فلوس تحت الحساب، عقبال ما اتحاسب معاه على تمن العربية، حلال عليا باقي الفلوس بقى. رد وقال لي: مفيش فايدة فيكي، الست بتموت جوه وانت عمالة بتوزعي في الفلوس. قلت له: ما هو كلامك ده اللي وداني في داهية، كلامك ده اللي خلاني اشتغل بالحلال واروح اشحت والبس بقى في المصيبة دي، سيبني بقى اتصرف يا بابا. واخدت العربية ورحت وديتها لناصر،
وقلت له ابوس ايدك يا ناصر تديني 10,000 جنيه دلوقتي عشان محتاجاهم ضروري، وخلي العربية رهن عندك لحد لما اجي اتصرف معاك. رد وقال لي العربية دي عبال ما نفككها كده هتقل نص تمنها. رديت وقلت له مش وقته، هجيلك يا ناصر عشان اعرف اتكلم معاك، اديني بس 10,000 جنيه. وفعلا اداني فلوس. بس المصيبة بقى ان لما رحت المستشفى لقيت بابا واقف زعلان ومهموم. قلت له خير يا بابا، هو في حاجة ولا ايه؟ قال لي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة قوي كمان. إيه الست ماتت. قلت له يا خبر، ماتت؟ طب واحنا هنعمل ايه؟ بقول لك ايه يا بابا، تعالى نهرب انا وانت بسرعة. قال لي والولاد اللي جوه دول هنعمل فيهم ايه؟ قلت له واحنا مالنا، احنا ملناش دعوة. الامن لو مسكنا دلوقتي هيودينا القسم، وهيفضلوا طبعا يستعلموا عني، وهيعرفوا اصلا ان انا مسجله سرقه قبل كده. يعني تخيل بقى المصيبه اللي هقع فيها. ده غير ان اهلها هيقولوا ان انا السبب في اللي حصل لها، ويمكن انا كمان اللي موتها. يا بابا ارجوك خلينا نهرب من هنا. رد وقال لي طب يلا بينا. بس المشكله بقى ان احنا ماشيين فعلا الامن جه علينا، لانهم كانوا شايفيننا من الكاميرات. وهنا كانت المصيبه، ولقيتهم بيطلبوا مني فلوس. اديتهم الفلوس، بس هم قالوا ان انا لازم استلم الجثه. وهنا ما كنتش عارفه اعمل ايه، مصيبه كبيره وقعت فيها. ولقيت بابا بيقول لي ايوه صحيح، احنا اكيد هنلاقي اي حاجه في العربيه تدلنا على الست دي ومين هي، ونوصل لاهلها ويجوا هما بقى يستلموها. رديت وقلت له نفس المصيبه، بس ده تقريبا الحل الوحيد. وانت، انا هضطر اسيبك هنا يا بابا، وهجري بسرعه اروح عند ناصر قبل ما يعمل اي حاجه في العربيه، وقبل ما يقلبها ويشوف الحاجات اللي جواها. ده انا عارفه ناصر كويس قوي، لو لقى اي حاجه هياخدها. واخدت عربيه بسرعه جدا ورحت على هناك، ولقيت العربيه مقفوله وناصر مش موجود. ولما سالت عليه قالوا ان هو راح مشوار. قلت الحمد لله، ما لحقش يفتحها ولا ياخد منها اي حاجه، وفضلت مستنياه لحد لما جه قدامي وقال لي خير، هو انت لحقتي تمشي؟ قلت له لا، هات مفتاح العربيه كده بس عشان عايزه اشوف حاجه ضروري. واخدت منه المفتاح وفتحت العربيه وفضلت افتش فيها. وساعتها ما لقيتش اي حاجه غير كارت كان موجود هناك، ولقيت الكارت ده عليه ارقام تليفون وعنوان. وكنت عايزه اعرف الكارت ده بتاع مين، ما ممكن يكون بتاع الست اللي كانت سايقه العربيه، وهتكون مصيبه كبيره قوي لو هي اللي وصلت لي. فضلت ادور كتير قوي لحد لما لقيت تليفون فاصل شحن. وقتها قلت يمكن التليفون ده يوصلني لاي حاجه. وفضلت مستنيه لحد ما يتشحن. ولما فتحته لقيت عليه صورة الست اللي كانت سايقة العربية زي ما أنا توقعت. وخفت جدا إن الكارت ده يكون تبعها. وقتها ما كنتش عارفة أعمل إيه، وكان المفروض ساعتها إن أنا سايبة بابا في المستشفى، وكان لازم أتصرف وأرجع له. أخدت التليفون والكارت معايا ورحت عند بابا وقلت له كل اللي حصل. ولقيته بيقول لي أنت مضطرة كده إنك تعرفي صاحبة الكارت دي فين وإيه حكايتها بالظبط، ولازم توصلي لها عشان توصلي للست اللي جوه دي ولأهلها. قلت له بس المشوار كده كبير، ودلوقتي لو طلبوك للتحقيق هتعمل ايه؟ قال لي انا هروح واحضر التحقيق، وحتى لو حبسوني هتحبس، بس المهم انت بقى تعرفي توصلي لحاجه. قلت له ان شاء الله خير يا بابا، انا قدها وقدود ومش هسيبك ابدا، وانا اللي وقعتك في المشكله دي وانا اللي هطلعك منها. واضطريت ان انا اخبي التليفون لان ده هيسبب لي مشكله. واتكلمت على الارقام اللي موجوده على الكارت، ولقيت واحد بيرد عليا وقلت له السلام عليكم، انا عايزه اسال بس على الشركه دي، هي دي شركه ايه؟ رد وقال انت جايه تهزري، انت مين اساسا؟ وقفل في وش السكه. في الوقت ده دينا ردت وقالت هو انت قفلت السكه ليه؟ قال لها واحده عبيطه اتصلت بيا وبتقول لي هو الرقم ده بتاع شركه ايه، عشان كده قفلت السكه في وشها. قالت له طب ليه كده؟ طب ما ممكن تكون تبع البنت الحراميه اللي سرقت مني العربيه، وتكون عارفه حاجه عن هنا، ولا هنا تكون جرالها حاجه، ولا تكون ماتت وخلصت منها هي واللي في بطنها. رد وقال لها عندك حق، طب انا هتصل بالرقم ده، ولو هي البنت دي انا هجرجرها في الكلام واجيبها لحد هنا ونصطادها احنا الاتنين. وفعلا لقيت تليفوني بيرن بنفس الرقم اللي انا لسه مكلماه. رديت عليه وقلت له ايوه، عايز حاجه حضرتك؟ قال لي مبدئيا كده انا اسف على اللي عملته معاكي دلوقتي، وعايز اعرف انت مين وكنت بتسالي على ايه. قلت له انا واحده لقيت الكارت ده مع واحده تعبانه في الشارع، كانت مرميه على الارض، ولقيت الكارت جنبها،
فبصراحة كده قلت أسأل، يمكن حضرتك قريب الست دي. رد وقال لي أيوة. أيوة أنا قريبها. هي ماتت ولا إيه اللي جرالها؟ قلت له أيوة ماتت. قال لي وبطنها ولدت يعني ولا إيه؟ ماتت قبل ما تولد صح؟ قلت له أيوة ماتت قبل ما تولد وأنا عارفة مكانها. هو حضرتك عايز تعرف مكانها؟ قال لي لأ، مش عايز حاجة، وقفل السكة في وشي. وقتها كنت هتجنن، وعرفت ساعتها ان هما مش عايزين الست دي تعيش، وفعلا هو يبقى قريب الست اللي كانت بتعمل فيها كده، واللي هي اصلا سبب موتها. ساعتها كنت مش عارفة اتصرف ازاي، بس اللي قررته بقى ان انا اروح واسأل الشركة دي فين، يمكن اوصل لاي حاجة. وفعلا فضلت اسأل كتير لحد لما وصلت لمقر الشركة، وهناك قابلت الامن اللي سألني انتي عايزة مين. وقتها قلت لهم بصراحة كده انا واقعة في مشكلة كبيرة ومحتاجة شغل ومش عارفة اعمل ايه. وفضلت ابص حواليا، الامن شك فيا وقال لي عايزة ايه وهاتي من الاخر. قلت له بصراحة كده صاحب الشركة ده مفتري وظالم، وابويا عمل حادثة هنا جوه الشركة وانا عايزة ادور على حقوقه. والمحامي قال لي اجيب بيانات عن الناس صحاب الشركة يعني، وانا مش عارفة اي حاجة، فارجوك تساعدني. جزاك الله خيرا ان شاء الله. لقيته بيقول لي ايوه ايوه يبقى اكيد مازن. اصل مستحيل حسن يكون عمل كده. رديت قلت له مين حسن ومين مازن؟ قال اتنين اخوات شركة في الشركة دي وليهم املاك كتيرة قوي، بس الشركة دي من اكبر استثماراتهم وليها استثمارات كمان بره ومن احسن الشركات. ومازن ده المفتري وحسن ده طيب جدا. والمشكلة بقى ان مازن هو ومراته شغالين في الشركة ومستولين على كل املاكها، وحسن يا عيني عمال يخرج من مصيبة يطلع من مصيبة تانية. ده حتى صعبان عليا في اللي جراله الايام اللي فاتت، ده مش لاقي مراته وهيتجنن عليها. قلت له ايوه ايوه مراته حامل. رد وقال لي عرفتي منين وانتي عايزه ايه بالظبط؟ قلت له لا، انا عايز اعرف بس مازن ده مفتري ليه واسمه ايه بالكامل. وساعتها قال لي على معلومات اصلا انا مش عايزاه، كل اللي انا كنت عايزاه هو حسن. وقلت له طب انا عايزه اعرف اكتر عن حسن ده او اقابله او اكلمه، انا عايزه اترجاه حتى يساعدني حتى في مصاريف المستشفى. قال لي طيب حظك حلو، اهو حسن خرج من الشركه. ساعتها لقيته ركب العربيه، ركبت جنبه على طول من غير استئذان، وقلت له بقول لك ايه، امشي بينا يلا كده بالعربيه بسرعه جدا، لحسن لمحت واحده لو شافتني وانا بركب معاك انت هتتاذي احلى اذيه. رد وقال لي انت مين؟ هو انا ناقصك؟ ما تسيبيني في اللي انا فيه. قلت له مش هسيبك عشان اللي انت فيه ده علاجه عندي، فلو عايز بقى ربنا يكرمك كده وتلاقي مراتك تعالى معايا ومن غير كلام. علي انت اكيد اللي خطفتيها، انت اكيد اللي عملتي كده وخطفتي العربيه كمان، ده انا مش هسيبك وهوديكي في داهيه. قلت له حلو قوي، تعالى بقى وديني في داهيه. ونزلت من العربيه وطلعت اجري، لقيته نزل من العربيه وفضل يجري ورايا. وقتها قلت له هتوديني في داهيه ولا اقف اقول لك الحقيقه؟ قال لي طب اقفي فهميني ايه اللي حصل. وقفت ولقيته قرب مني وقلت له بص يا باشا بقى، انا مش غاويه مرمطه ولا تعب، انا جايه اقولك على الحقيقه كلها. بصراحه كده انا كنت بشحت وحكيت له الحكايه كلها، وقلت له ان المفتريه التانية دي هي اللي كانت عايزه تقتل مراته وان هي سبب موتها. ساعتها انهار جدا لما عرف انها ماتت، وقلت له على مكان اولاده، وقلت له يخرجني من المصيبه اللي انا فيها. وساعتها عمل كل الاجراءات وجي اخد جثه مراته وكمان استلم اولاده. ووقتها لقيته واقف معايا في التحقيقات وقال كمان ان انا ما سرقتش العربيه وخرجني منها رغم المشاكل الكبيره قوي اللي عملتها مرات اخوه. بس كل ده مش غريب، الغريب لما احنا طلعنا من القسم ولقيته بيكلمني وقال لي يا انسه انا عايزك في موضوع مهم، يا ريت تسمعيني كويس وتجاوب عليا براحتك. وقتها قلت له نعم حضرتك عايز حاجه؟ انا مستعده اقدم اي خدمه لان حضرتك طيب قوي. والمشكله بقى انه صدمني بكلامه، وده لما قال لي ولحد هنا خلص الجزء الاول. استنونا باحداث شيقه وممتعه جدا في الجزء الثاني. لو عجبتكم القصه ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل القصص الجديده.
ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة وكمان متابعة على صفحة الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله.